بنلاحظ بعد أحيان في استخدام البيض اللي هو دون السلق إنه في عروق أو شرايين دم موجودة داخل الصفار. رح نحكي عن الأسباب اللي بتؤدي لهاي الحالة، وكمان نحكي إذا كان يصلح للأكل، وإذا بصلح شو الطرق السليمة لاستخدامه. خلينا إن شاء الله نشوف المقطع، بتمنى إن شاء الله يكون مفيد وتستفيدوا منه. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بالجميع. معكم أنا أصطيف تربية الطيور والحيوانات، كل ما يخص عالم الأحياء وبعد هوايات بننزلها في المحتوى. المهم اليوم بدنا نحكي عند استخدام البيض، الاستخدام غير السلق. عند فتح البيض بنلاقي إنه في عروق أو شعيرات دموية داخل البيضة، خصوصا بالصفار. شو الأسباب هاي، وهل هو يصلح للأكل، وشو الطريقة الصحيحة لاستخدامه عشان تحمي حالك؟ اول شغله الاسباب هاي اللي بتؤدي لهاي الحاله داخل البيض، برغم انك انت شاريه طازج ومن اماكن موثوقه، هو تمزق الشرايين والشعيرات في مبيض الدجاج. صار عندها تمزق، واما سبب التمزق هذا هو اما انتاج البيض بحجم اكبر من اللازم، او الاسباب الرئيسيه هي الامراض اللي بتكون مصابه فيها الدجاجه، واثناء المرض هذا انتجت بيضتين او ثلاث كانت مصابة بهذا المرض. فهون عند تمزق الشعيرات والأنسجة الموجودة داخل المبيض والنزيف الدموي وتكوين البيضة، للأسف بنتقل هذا النزيف داخل البيضة، ومن هون الدجاجة راح تنتج بيض مدمم، وراح يستقر هذا الشعيرات الدموية تستقر بالصفار. عشان هيك 99.9% بنلاقيها موجودة داخل الصفار. والسبب الثاني اللي هو نادر شوي، انها تكون بعض من الدجاجات حضنت البيض لدجاجة تانية او فراخ اخرى، وعند حضنها يومين ثلاثة واصحاب المنزل ما بيعرفوا، اخذوا البيض هذا، بكون تكونت النطفة تحت، النطفة داخل البيضة، الجنين بلش في التكوين خلال يومين ثلاث، وعمل وشكل أوعية دموية أو أنسجة دموية. المهم على الحالتين، هل يصلح للأكل أو غير صالح؟ هو بيصلح للأكل برأي الأطباء، بيصلح للأكل، ولكن لازم يتم طهيه بشكل كتير جيد جدا، يعني يتعرض لحرارة كويسة. وبصراحة يعني أنا أكيد طبعا إنه ما حدا راح يشوف هذا المنظر ويستخدم البيض، أكيد راح يتخلص منه. ولكن حبيت أعطيكم معلومة إنه شو الأسباب إنه البيض بيكون فيه دم. هو ما بيكون بيض فاسد، هو بيكون بيض تعرض لفرخة مريضة وعندها تمزق بالشعيرات وتمزق بالأنسجة، وانتقلت في أثناء تكوين البيضة لداخل البيضة واستقرت بالصفار. تقريبا هذا كان موضوعنا اليوم، بتمنى يكون إن شاء الله في خير لكم. يعطيكم العافية، شكرا لكم.